قضية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تنتقل إلى مجلس الأمن، والمنسق السياسي للبعثة الدائمة توفيق كودري يرد بشدة على الوفد الروسي دفاعا على إيمان خليف، هذا بعد الحملة الدنيئة من قبل مشاهير وشخصيات. المندوب الروسي كان قد تطرق ضمنيا إلى قضية إيمان خليف، وادعى أن هناك رياضية تعرضت للعنف على يد رياضي آخر فشل في اختبار الهرمونات، وبالتالي هي رجل. هذا المظهر مثير للإشمئزاز ويوضح مدى الضرر الذي يلحق بحقوق المرأة، هذا ما قاله المندوب الروسي. في حين كودري قال إن إيمان ولدت أنثى وسجلت أنثى وتحمل جواز سفر أنثى.